وحشتوني قوي قوي قوي. يلا نبتدي مع بعض سلسلة نواعم العيد. هخليكي محترفة فيها، وهقولك على تريكات هتخليكي تطلعي احسن من الجاهز بكتير، وطعمه وريحة زمان. يلا بينا مع بعض. هقولك على التسوية المظبوطة والحشوة ما تنشفش معاكي، وهقولك على المقادير بتاعته تكون مظبوطة وهتطلعي احلى كحك. معايا هنا 550 جرام من السمنة البلدي، حبة جاموسي او بقري اللي تفضليه. انا استخدمت البقري. هحط عليهم كيلو، هحط عليه 3 معالق من السمسم اللي هو الابيض مش محمص، او معلقتين على حسب ما بتحب السمسم كتير ولا قليل. حطيت 3 معالق، وعليهم 60 جرام من السكر البودر، ما يعادل ربع كوباية ومعلقة اكل سكر بودر. وبعد كده هبتدي اجرب السمنه بتاعتي، سبتها تسيح على النار، هقدحها حلو قوي لحد لما تفور كده معايا. بجربها في جنب زي ما انتوا شفتوا كده بمعلقه شويه شويه لحد ما تفور معايا. اول ما تفور معايا اعرف ان السمنه اتقدحت، هنزل بالدقيق وهقلب. انا نسيت احط البيكنج باودر، فهحطه بعد ما ابس. ممكن تحطيه في الوقت دوت وتقلبي الدقيق الاول وبعد كده تحطي السمنه بتاعتك والسكر، بس انا نسيت فهحطه بعد كده زي ما هتشوفي معايا. انا هستخدم هستخدم ربع معلقه شاي بيكنج باودر، و ذره بسيطه خالص يعني على طرف المعلقه بتاعت الشاي كده، يعني ما يعادل اقل من الربع، حاجه بسيطه خميره. كده انا هبتدي ابسه كويس. طبعا هو عشان بيبقى سخن فهقلبه الاول بالمعلقه لحد لما يبرد، وهبس بايدي حلو قوي قوي لحد لما يتشبع معايا واحس ان هو بقى كريمي كده. كده هتاخدي احلى كحك. بصي اعجني زي ما انت عايزه او بس زي ما انت عايزه قبل ما تحطي الميه. اول ما تحطي الميه تقلبي على طول، يعني تقلبتين وشكرا على كده، عشان ما ينشفش معاكي وعرق الجلوتين يشتغل معانا ويبقى ناشف. فزي ما انتم شايفين كده هبتدي ابسه لحد لما احس ان هو بقى كريمي، واجيب من تحت عشان بيبقى تحت متراكم لسه دقيق وممكن ما يكونش وصل له السمنه كويس. زي ما انتم شايفين كده هو سخن بس انا بحاول اعمله، هو ما باخدش وقت. وفي طريقه تانية اللي هو الكحك على البارد. لو عايزيني اقول لكم على الطريقه ابقى اقول لكم في فيديو تاني، قولي عليه وانا اعمل لكم فيديو تاني. زي ما انتم شايفين كده هو ما باخدش وقت خالص، بيكون اتبس وعامل زي الكريمه كده معاكي. هبتدي بقى اجيب بقى الميه بتاعتي، تلت كوبايه من الميه. لو عايزه يبقى ناعم قوي نص كوبايه، لو عايزه يبقى حلو تلت كوبايه لكوبايه الا ربع ميه. عايزاه يبقى ناشف شويه او يعني مظبوط قوي قوي يبقى كوبايه من الميه. عندك 3 خيارات. انا هنا كنت حطيت البيكنج باودر، وفي الكوبايه حطيت الخميره، وده انا استخدمت حاجه اسمها قصنص حليب، بيخلي ريحه البسكوت وطعمه حلو قوي قوي قوي. في المرحله دي حابه تحطي حليب حطي، بس انا بفضل اعمله بالميه عشان بيخلي عمر الكحكايه اطول. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بصوا بقلب اللي هو تقليبتين وخلاص على كده. انا مش بعجن، انا بقلب عشان مش عايزه عرق الجلوتين بتاعي يطلع، وعشان ما تنشفش معايا. تمام. انا قلتلك لو حابه يبقى ناعم قوي نص كوبايه من الميه، حابه يبقى وسط حلو كده اللي هو تمسكيه وفي نفس الوقت تعرفي تمسكيه وفي نفس الوقت يبقى ناعم، يبقى تلت كوبايه ميه لكوبايه الا ربع ميه. حابه يبقى ناشف شويه او في ناس بتحبه يبقى ناشف شويه، يبقى كوبايه من الميه اللي هو بيبقى على الشعره. هنا كده انا سبته شويه عشان السخونيه كان لسه سخن، فطبعا هاجي اعمله او اعمله بالختامه بتاعت البسكوت الكحك او منقاش هيتقطم معايا، فلازم تسيبيه شويه يهدى. لميت يا دوبك بس المواعين بتاعته وغسلتها ورحت جايه اشتغلت فيه. بمسك قطعه قطعه، تحس ان هو تيجي تمسكيها تحس ان هو مفرول، لا ما تخافيش خالص. انتي امسكي القطعه حنيها في ايديكي كده زي ما انا بعمل، ودي بداية تحشيها. انا هنا كنت عاملة العجمية في الفيديو اللي قبل كده مظبوطة جدا، لو حابة تشوفيها ارجعي الفيديو اللي قبل ده. زي ما انتم شايفين كده انا بعملها
بحشيها. انا بحب الحشو بتاعي يبقى كتير شويه في الكحكه، فهتلاقي في اخر الفيديو ان في كحك طلع، في يعني العجميه بتاعته طلعت زي ما انتم شايفين كده. الكحك اصلا من قبل ما يخش وهو مشقق من العجميه. فانا بحب العجميه او الحشو يبقى كتير شويه. هدخلها على درجه حراره اللي هو المحشي هدخله على درجه حراره 200 في الرف الاوسط، والساده بدخله على درجه حراره 180 ل 170 في الرف الاوسط لحد ما ياخد معايا لون زي ما انتم شايفين كده. بيبقى حلو قوي، ده لونه مظبوط. وما تنسيش ان هو هيقعد شويه كمان في الصاج، هيحمر شويه صغننين. ودي الحشوه طلعت عشان الكحكايه الحشوه كبيره على الكحكايه. بصوا النقشه مراحتش خالص وجميل جدا. وهتشوفوا معايا ناعم ازاي دلوقتي كده. انا ببتدي اوريهولكوا وارسمهولكوا. هعمله شويه كده بالسكر البودر، وهوريكم دلوقتي هو ناعم ازاي. انا بحبه متحمص شويه، يعني هي دي متحمصه شويه. انا بحب الدرجه دي. في ناس يقول لي محروق، لا انا بحبه كده يعني. في ناس بتحبه افتح شويه، على حسب بقى ما يحمر معاكي انت هتطلعي. هو ما بياخدش وقت في الفرن يعني. زي ما انتم شايفين كده ناعم ازاي. بصوا الحشوه ما نشفتش. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في رايك وكومنت، واشوفك على خير في فيديو جديد.